يطوى عبد الحفيظي الذي يغيب عن هذا اللقاء. سجل للرجاء مباراة الاياب، فوز المغرب التطواني. هذه محاولة لرشيد الطوسي. لاحظوا التمريره المهدي الخلاطي، خطا ديال المهدي الخلاطي. احمد جحوح خدا الكره بطريقه ديال اللاعبين الكبار، كيوضع الكره في الشباك. 1-0 الهدف اللي كيجي في حدود الثانيه 26. وقلت بانه الا ما خالتنيش الذاكره اعتقد من تابعوا المحاوله. محاوله يوسف حواصي. يوسف حواصي الحكم يعلن ضربه جزاء. ضربه جزاء للمغرب التطواني. لاحظوا الخطا ديال محمد الحاج، استغلوا بشكل جيد. زيد كروش كيمرر، مشى يوسف حواصي. لاحظوا يعني كانت يعني يمكن يعني بدر بنون ما لمسش اللاعب. لاحظوا بدر بنون مشى على الكره، ما وصلش على الكره، ولكن اعتقد يوسف حواصي انتظر الصافره ديال الحكم. زيد كروش والهدف، هدف تعادل بطريقه جميله. انس نيتي في تدخل ديال زكريا الهاشمي كانت خطيره لفائده المغرب التطواني. دائما تدخل ديال محمد الحاج خطيره. الهدف زهير نعيم. واحد. لاحظوا الفراغ الكبير والخطا الكبير على مستوى التغطيه الدفاعيه لفريق الرجاء. زهير نعيم خطا الكره، يسدد في القائم الايسر، يضع الكره 2-1 لفائده فريق المغرب التطواني. لاحظوا محمد الحاج فرق كبير وسط 3 ديال اللاعبين. تمكن زهير نعيم انه ياخذ الكره، وهذه القوه ديال زهير نعيم على مستوى الاختراق، كيتمكن انه يوضع الكره في الشباك. تقدم الرجاء في الجوله الاولى وتقدم المغرب كبير. اللاعب يوسف حواصي، تمريره ما كاينش هناك تسلل. هذه محاوله لفائده فريق المغرب التطواني. زيد كروش كيمرر. هدف ثالث للمغرب التطواني، هدف ثالث للمغرب. سيناريو لم يكن منتظر. ولاحظوا ردة فعل رشيد الطوسي، قلت في سيناريو لم يكن منتظر. الرجاء تقدمت بالهدف الاول، ولكن ردة فعل المغرب التطواني ما كاينش هناك تسلل. زيد كروش مشى من الجهه اليمنى يمرر. وسلمان ولد الحاج يعني تمكن من وضع الكره بهذه الطريقه. 3-1 للمغرب التطواني، اللي كيخلي الامور تزيد صعوبه على فريق الرجاء. مره اخرى نتابع. لاحظوا الفراغ الكبير ولو انه كانت متابعه الفريق ديالو. فالان فيفيو مابيدي يدخل. هذه محاوله. الهدف الثاني للرجاء. الهدف الثاني للرجاء والمسجل ياسين الصالحي. الهدف الثاني للرجاء. فرحه ديال جماهير ديال الرجاء، يعني الهدف كيجي على بعد تقريبا 5 ديال الدقائق على نهايه المواجهه. هدف الثاني لفائده فريق الرجاء كيجي بهذه الطريقه. لاحظوا الكره مباشره للمرمى. ياسين الصالحي كينفذ مباشره.